أشير لك إلى نقطة أيضا مهمة، أي وهي وجود قبل شهرين ممكن وجود قوة أمريكية جديدة في مطار بغداد. أي هذه تسمى قوات نيفي سيل. هذه القوات هي النخبة للمارينز الأمريكية، وجاءت وفق يعني مؤشرات ومعلومات وموجودة وتمركزت في مطار بغداد. وأعتقد في وجهة نظري هي نفسها القوة اللي قبل يومين اللي تواجدت في مطار النجف. هذه القوة شكلت عام 2021 من قبل المارينز البحرية الأمريكية، وهذه تخصصها فقط العمليات الخاصة. حضورها في بغداد معناها وجود أهداف تحت إدارة واشنطن ممكن أن تنفذها. هذه القوات أستاذ عدي ليست قوات دفاعية، هذه قوات هجومية، قوات عمليات خاصة. خطير هذا الكلام يعني. فإحنا اليوم أمام متغير من كافة الضغوط، لهذا احنا نقول الله يساعد الحكومة والسوداني على هذه الضغوط من السياسية إلى العسكرية إلى